كانت قبل الجواز مخطوفة، وكانت قصة اختطافها معروفة جدا في البلد. وانا لما خطبتها فاجئتني ان موضوع خطفها ده كذب، وانها كانت خارجة من ورا اهلها مع واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم. مشكلة واحد النهاردة بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متجوز بقالي سنة، وكنت خاطبها سنتين ونص قبل الجواز. من أول يوم دخلت في البيت بتاعهم وأنا مش مرتاح لها ولا لشكلها ولا لجسمها. هي ملانة شوية، ده هو اللي بيقول كده يعني. بس تخطيت كل ده علشان كنت شايف انها فرحانة قوي ان حد اتقدم لها، وهي ما بتخرجش خالص واهلها قافلين عليها جدا جدا جدا. فقلت لنفسي يا عم جرب، مش هتخسر حاجة طالما البنت محترمة واهلها كويسين. طالما البنت محترمة واهلها كويسين ومفيش مشكلة، يبقى سوات. كنت قبل الجواز مخطوف كانت قبل الجواز مخطوفة، وكانت قصة اختطافها معروفة جدا في البلد. وانا لما خطبتها فاجئتني ان موضوع خطفها ده كذب، وانها كانت خارجة من ورا اهلها مع واحد. واكدت لي ان ما حصلش بينهم حاجة، وان اهلها كشفوا عليها وانها لسه بنت زي ما هي. قلت لنفسي يا عم استر عليها لوجه الله، لعل سترك ليها يكون في ميزان حسناتك وهكذا. من اول يوم دخلت في البيت عندهم اتفقت معاها انها مش هتت انها مش هتتعزل وهتساعد امي في شغل البيت، لان امي ست كبيره ويا دوب بتتحرك بالراحه قوي، لان عندها جلطه وابويا عنده القلب، وهي كبنت ما كانش عندها مشكله في الموضوع ده خالص خالص. الدنيا كانت ماشيه زي الفل تماما جدا لحد ما كتبت الكتاب. ومجرد ما كتبنا الكتاب لقيت كل حاجة اتفقنا عليها اتغيرت، وكل الكلام اللي كنا متفقين عليه رجعت فيه قالت لك ايه يا ولا؟ استنى، فين الصورة التانية؟ استنى يا واد، قالت لك اي فين الموضوع؟ استنى يا ولد. اه وكل الكلام اللي كنا متفقين عليه رجعت فيه. الله. وقالت لي مش هقدر اعيش معاهم ولا اساعد امك في اي حاجة تخص البيت. وده رأيها هي، لكن لما بتشتكي لأبوها بيقول لي لا، دي لازم تساعدها ولازم تشيلها وهكذا. وهي وامها كلامهم واحد قدامي حبايبي وكل حاجة، ومن ورايا يطلعوا فيا العبر، مع ان اقسم بجلالة الله ما قصرتش معاها في حاجة. والجنيه اللي بتطلبه بديها قصاده 100 جنيه. اتجوزنا من سنة، وطول السنة مشاكل علشان مش عاوزة تنزل تساعد أمي في أي حاجة خالص، وكل أهلها مغلطينها ما عدا أمها، واللي كل شوية تكلمها وتسخنها عليا. وأما أنا واما انا بنفسي سمعت واما لو هو بيقول يعني، ولما انا بنفسي سمعتها وهي بتكلمها في التليفون وبتسخنها عليا وعلى ابويا وامي وكل ده، وانا بفوت علشان ما اولعش الدنيا اكتر. دلوقتي كل اللي فات ده تخطيناه بسبب انها كانت في اخر سنة في الدراسة في الكلية، وخلاص المفروض انها خلصت من يومين. بكلمها علشان تنزل تساعد امي، مش راضية، وانا تعبان نفسيا اقسم بالله. غلطة عمري واكبر خازوق في حياتي وجودها معايا، وفي نفس الوقت مش هقدر اطلق علشان معيش حق القايمة ولا المؤخر. اعمل ايه؟ ارجوكم فدوني علشان والله هتجنن. طبعا في بنات في التعليقات هتقول في يعني من ضمن البنات اللي بتحب تنصر المرأة، بيقول لك ايه؟ انت كان المفروض تتفق معاها في الاول. ده لو ما كانش اتفق، كان المفروض تتفق معاها في الاول وانت واخدها على كده. انا عارف انا البنات اللي هتبقى في التعليقات دي. طيب هو دلوقتي اتفق معاها في الاول وكل حاجة كانت تمام وهي موافقة، وما كانش عندها مانع، واهلها عادي مرحبين، بس امها مش موافقة، او بمعنى اصح بتقويها.
او يمكن هي اللي بتشتكي لامها، فامها بتقول لها لا يا بنت ما تعمليش، لا يا بنت مش ملزمه ان انت تعملي، هو لازم يصرف عليك غصب عن امه، لازم يصرف عليك، وانت مش ملزمه ان انت تساعدي امه. طب سبحان الله، هي امه دي ايه يا جماعه؟ يعني هو دلوقتي قايل في البوست اللي هو نشره ان امه تعبانه ما بتقدرش، مين هيخدمها؟ هو والله لو كان يقدر كان عمل. احنا كرجاله لما بنقدر ان احنا نعمل حاجات زي دي بنعمل، بس هو ممكن يكون ما بيعرفش يعمل حاجه زي دي. طب انت هتخسري حاجه لما تخدمي امه؟ اكيد يعني مش تخدميها يعني اللي هو تفضلي تشطفي في رجلها بقى وتلحسي لها في رجلها وشغل العبيد ده، اكيد يعني هتعملي لها ايه؟ يعني تخدميها بايه؟ تعملي لها شويه اكل؟ هتمسحي لها شويه مسح؟ ايه الجديد؟ ما انت مرميه في البيت 24 ساعه ما بتعمليش حاجه، يا تخينه. مش قصدي اتنمر على التخان يعني، بس بنغص كده من تحت لتحت يعني. طب انت هتخسري ايه؟ يعني انت هتخسري في ايه لو عملت حاجه زي كده؟ يعني حتى على الاقل تاخدي ثوابها. ما انت لما بتروحوا تشتغلوا عند ناس، لما بتروحوا تشتغلوا عند ناس بتخدموا المدير واصحاب المدير، تعملوا كل حاجه للمدير. اشمعنى اشمعنى ام جوزك اللي هي في مقام امك ما تعملهاش حاجه، وخصوصا ان هي تعبانه؟ يعني لو مش تعبانه ممكن يعني ممكن نقوله مع ان ده مش من البر. حد يقول البر ان خدمه الاهل بس اللي هم الاب والام بتوعها؟ لا برضه. البر هنا ان زي ما انت تخدمي اهله هو كمان يخدم اهلك باللي انت تقدر عليه وباللي هو يقدر عليه، ده طالما في موده ورحمه ما بينكم. طبعا لو في موده ورحمه ما بينكم اصلا كنت هتاخدي امه ان هي امك واهله هم اهلك، طالما بتعملوا كده وبتقولوا كده. طب انت ما عملتش كده واتغيرتي بعد الجواز وخلاص مضى القايمه وكتب الكتاب. ها مطلوب ايه؟ وبالنسبه للقايمه، طب القايمه دي طالما هي بتضمن حقها بالقايمه، واللي بيتكتب في القايمه مش اللي هي جابته بس، لا ده اللي هي جابته واللي جوزها كمان جابه من فلوسه، فبيتكتب في القايمه. فلما بيحصل لا قدر الله طلاق بتاخد الحاجه دي، وما بتاخدهاش كده بس، لا دي بتاخد عربيه وبتحمل الحاجه وكمان بتطالبه بفلوس الحاجه اللي هو جايبها. ادوني عقلكم. طب فين ضمان الزوج؟ فين ضمان الزوج ان هي ما تطلعش بيت 60 كلب؟ فين ضمان الزوج باللي هما متفقين عليه مع بعض قبل كتب الكتاب، قبل ها؟ فين ضمان الزوج؟ مفيش ضمان، صح؟ يخبط دماغه في الحيط، صح؟ تتطلقي، بعد كده تاخدي القايمه، وبعد كده تشتكيه بقى بكل حاجه بقى، نفقه ومؤخر ومقدم ووسط وكل حاجه تقدري تشتكي بقى بتشتكي بيها، تخربي بيته حرفيا. يبقى اصبح ان انت اتطلقتي وخدت اللي انت عايزاه وكمان بتاخدي فلوس. يعني هو متجوز علشان يعف نفسه وعلشان يلاقي حد يخدمه، وهو كمان بيخدمه طالما بيجيب فلوس ياكلك. الفلوس دي مش بتيجي ببلاش ولا بتيجي بالساهل، مش بيضرب الارض بتطلع فلوس حضرتك، انت ما بتعرفيش حاجه عن الشغل. فايه؟ فين ضمانه؟ فين ضمانه؟ طيب تعالوا كده نقروا التعليقات يا جماعه، تعالوا كده نقروا التعليقات. انا متاكد ان انا هلاقي حاجه. هو البوست راح فين؟ انا مش لاقي البوست، الصفحه حملت لوحدها. يا رب عمر بيت شركة نحن أكتر ما هي عمرانة يا رب، وخليها في قلبنا أكتر ما هي في قلبنا يا رب، قولوا آمين. بس كده يا جماعة، دي مشكلة واحد مش عارف يعمل إيه في اللي هو بقى فيه دلوقتي. وأنا الصراحة يا ابني مش عارف تعمل إيه، يعني طالما أنت مش معاك حق القايمة، يعني أنت ما كنتش مدي إخوانا أصلا. ولو أنت أصلا كنت كاتب، يعني لو أنت ما رضيتش تكتب قايمة هيقولوا لا ده مش شاري، ده مش كذا، ده مش كذا. أحب أقول لك حاجة، لما تخلف لما تخلف اتأكد دول عيالك ولا لا، اتأكد دول عيالك ولا لا. وعايز حل؟ هقول لك حل. آه مش هقول لك اتجوز عليها لان انت ممكن ما يكونش معاك انك تتجوز عليها، بس ارجع للحالات في الاسلام اللي بتقول لك لما الست تكون ناشز بيتعمل فيها ايه. ولو ما رضيتش واهلها ما وقفوش جنبك، طالما انت لك حق، يبقى لو مؤاخذه كده دي مش طالعه من بيت رجاله. وطالما امها معصياها كده اشتكيها. اقول لك على حاجه، لفق لها اي مصيبه. طالما هي كده، طالما الوساخه مش هتيجي غير يعني طالما الوساخه مش هتيجي حلها
غير بالوساخة.